أهلا بكم. مصر بتمنع دخول السوريين إلى أراضيها، والسفارة السورية في القاهرة بتدي تذاكر مرور مجانية للسوريين للعودة إلى بلدهم. السوريين كانوا بيقولوا إن بشار الأسد رئيس ظالم، والدولة السورية يعني دولة مش مستقرة وبتنتقم منه. دلوقتي سوريا مع الجولاني استقرت زي ما هم بيقولوا، فسهل قوي ان انت ترجع بلدك. سفارة سوريا في القاهرة بتدي تذاكر مرور مجانية للمواطنين السوريين ان هم يسافروا. طلع رحلتين من القاهرة، تاني رحلة كانت 65 فرد بيطلعوا بري عن طريق الحدود الأردنية، بيطلعوا من مصر نويبع الأردن، يطلعوا على الحدود الأردنية السورية وبيخشوا إلى دمشق. بنتمنى التوفيق لكل الأشقاء السوريين، بس بنزعل من التطاول، بنزعل قوي من التطاول على الدولة المصرية. الدولة المصرية اللي برغم كل الأزمات الاقتصادية امبارح بس ودت لدمشق طيارة مساعدات طبية 15 طن من الدولة المصرية، من الشعب المصري إلى الشعب السوري. بنزعل قوي من التطاول على الدولة المصرية وعلى قيادات الدولة المصرية. خليك يا حبيبي في حالك، مالكش دعوة بمصر. انت فين ومصر فين؟ خليك في حالك، بلاش تطاول على قيادات الدولة المصرية وعلى الشعب المصري. كل واحد حر في بلده. احنا عندنا قادة بنحبهم وبيحبونا. خليك انت مع الجولاني ومع الرجالة بتوعك اللي هناك ومع المرتزقة اللي دمروا الكيان السوري. كل مواطن سوري في أرض مصر لو سمح يركب الأتوبيس ويسافر إلى سوريا. ما عادش ليك قاعدة عندنا. احنا فتحنا لك حدودنا وفتحنا لك بيوتنا وقعدناك عندنا بدل السنة 2 و3 و10. خلاص بلدك اتحررت وبلدك استقلت وبلدك بقت 100%. اطلع يا حبيبي وسافر وروح شوف بلدك هناك وعيش عيشة هنية. مصر فيها أكتر من 4 مليون سوري، دولة تعداد دولة. فيه دول عربية تعداد سكانها أقل من 4 مليون. إحنا بس بنستضيف من الأشقاء السوريين 4 مليون سوري. 4 مليون سوري جايين قاعدين بينا، بيتعلموا معانا وبياكلوا من أكلنا وبيشربوا من شربنا وساكنين معانا. علشان كده الشقق أسعارها غلت، الإيجارات ولعت، الأكل والشرب في مصر بقى حاجة صعبة. وإحنا السبب إن عندنا أكتر من 10 مليون لاجئ عربي. 10 مليون لاجئ عربي قاعدين معانا في مصر، واحنا بالرغم من الازمات الاقتصاديه اللي بنتعرض بيها يعني شايلينهم في عينينا. والرئيس عبد الفتاح السيسي عمره ما قال عليهم لاجئين، بيقول عليهم ضيوف، وفتح لهم حدود مصر على مصراعيها وما قعدهمش في مخيمات، قعدهم في وسط الشعب المصري وقال لهم اهلا وسهلا ومرحبا بكم ضيوفا كراما اعزاء على ارض مصر. ما بيحصلش في اي حاجه في اي دوله في العالم. الدوله الوحيده في العالم اللي ما فيش فيها مخيمات لاجئين هي الدوله المصريه. وبالرغم من تطاول العديد والعديد من الاشقاء العرب على مصر وعلى قيادات مصر، لكن بنقول لهم التطاول ممنوع. بلدك اتحررت، مع السلامه يا حبيبي والقلب دعيلك. روح يابا شوف بلدك. انما هتتطاول على قيادات الدوله المصريه هتزعل مننا. هتطاول على مصر ممنوع. مصر ده قدرها ان هي الكبيره، قدرها ان هي الدوله الام في المنطقه، قدرها ان هي العمود الفقري للامه العربيه كلها. علشان كده بنقول لكل مواطن قاعد على ارض مصر لازم تحترم مصر وارض مصر وقيادات الدوله المصريه. غير كده هتزعل من الشعب المصري وهتزعل من الدوله.